السلام عليكم. مرحبا بجميع المتابعين الأوفياء ديال قناة رانيا ستوريز. كنتمنى تكونوا بخير وبألف خير. شكرا لكم بزاف على الحب وعلى الدعم وعلى التعليقات الغزالة والرائعة ديالكم. نطولش عليكم ونخليكم مع القصة ديال حياة كتحكي وكتقول: أنا حياة، كنت بنت مراهقة عادية بحال كاع البنات، عايشة مع والديا بخير وعلى خير، معززة مكرمة. الأم ديالي كانت ربة بيت، إنسانة ظريفة وغزالة ومتولة ونعم، من النوع ديال العيالات اللي ما كتسخيش بالجلسة ديالهم. كانت ديما كتعرض العائلة عندنا في الدار، وديما الصواب وديما الطوابل محطوطين ومهلية فينا حنا وليداتها، وما كتخلينا ناقصنا حتى شي حاجة. والأب ديالي هو اللي كان خدام، كان راجل تبارك الله عليه، مكافح، كان كيبغينا حتى هو، ولكن طريقته هي أنه يكون صارم معنا، وأنه يبين لنا أنه راه كيخاف علينا بزاف، وخاصنا دائما نسمعوا هدرته باش نكونوا مزيان. في ديك الوقيته يعني أنا فاش كنت في الليسي تعرفت على واحد الولد اللي كان سميتو أمين كان كيقرا معايا في نفس الليسي، وبشويه بشويه بدينا كنهضروا مع بعضياتنا، ولينا كنبغيو بعضياتنا بزاف. اعترف ليا وحتى انا اعترفت ليه. كانت علاقه سريه، ولكن علاقه عذريه، يعني ما عمري ما درت معاه شي حاجه خايبه ولا شي حاجه حرام. كنا كنتلاقاو في الصباح في الليسي، كندخلوا نقراو، نخرجوا في الاستراحه حنا راه واقفين مع بعضياتنا، كنوصل الوقيته ديال 12 كنخرجوا كنتفرقوا في الباب ديال الليسي، انا كنرجع لدارنا هو كيمشي لدارهم. ما عمري ما مشيت معاه لشي بلاصه خارج المدرسه. مره غير الا كانت عندي المراجعه كنا كنتلاقاو في الطريق ديال المراجعه وكنمشيو مع بعضياتنا. حتى لهنا كانت الامور مزيان، وكان كيوعدني انه غادي يدير المستحيل باش يتزوج بيا. كان كيقرا مزيان وكيقول لي انا اي حاجه نديرها راه كنديرها على قبلك، باش ان شاء الله نخدم في اقرب فرصه، وان شاء الله نقدروا نتزوجوا ونكملوا حياتنا مع بعضياتنا. هذا كان هو الحلم ديالي، الحب الاول. يعني فاش كتحلي على شي واحد اللي كتبغيه وكتبداي تصوري ان حياتك غادي تكون سهله وزوينه معاه، ولكن تشاء الاقدار وكيتغير المصير ديال الانسان ما بين ليله وضحاها. انا في ديك الوقيته باش كنت انا وياه في الليسي كان كيقرا معنا واحد الولد اللي سميتو ياسين تا هو كان ولد مزيان. كاع الدراري اللي كانوا كيقراو في داك الليسي وكاع البنات كانوا مزيانين، ما كانش من داك النوع اللي فيهم يخرجوا يبقاو عاصرين في الباب، خاصه ان الليسي ديالنا كان صارم بزاف. يعني ما يمكنش يكونوا التجمعات في الباب ديال المدرسه، ديما الحارس كان كيخرج كيجري على الدراري والبنات، وفي نفس الوقت ما كاينش شي واحد اللي كيتعاطى مخدرات اولا يوقف في باب الليسي ويكمي ولا شي حاجه والو. حيت حنا كنا دايرين ليسي تكنيك، وليسي تكنيك كيف كتعرفوا انه كتكون فيه القرايه مزيره بزاف بالنسبه لليسيات الاخرين. هاد الدري هذا ياسين، في واحد النهار كنت صدموا كاملين ان الاب ديالو توفى الله يرحمه. وصلت الوقيته ديال 12 الوقت اللي كنا خارجين، وجاو شي دراري وبقاو كيقولوا راه ياسين مات ليه الاب ديالو. وحنا كاملين مشينا للدار ديال الجنازه، لقيناهم طبعا حاله يرثى لها. ياسين كان غير هو اللي عند امه وباه، وباه هو اللي كان خدام عليهم، يعني على قد الحال، دويره صغيره في السفلي وغي كارينها. حنا كلنا عرفنا هاد الحاله ديالو وعرفنا الوضعيه ديالو، وكل واحد فينا ساهم بواحد المبلغ قليل اللي جابو من عند والديه، وكلفنا واحد الولد هو اللي جمع الفلوس وعطيناهم ليه. ياسين كان منهار بزاف، ما كانش كيقرا معايا في نفس القسم، ولكن كان كيقرا في الباك، وانا ديك الساعه كنت في السيزيام. تألمنا ليه بزاف وبقى فينا، ولكن ما كان عندنا ما نديرو، هذاك هو القضاء والقدر ديالو. وبقينا غير كنواسيه وكنقولوا ليه راه باك الله يرحمه وصل الاجل ديالو، وانت حاول انك تكون ولد مزيان، وانك تحاول انك تعتمد على راسك، والوالده ديالك راه مازال كتشوف فيك بزاف ديال الحوايج ومازال متمنيه فيك انك انت هو اللي غادي تكون يعني السند ديالها. واخا هكا كان كيبان لينا انه ما كانش كيسمعنا، كان غير كيبكي. المهم دازت الايام، واحد الوقيته عرفنا ان ياسين خرج من القرايه، وانه خدم مع واحد عمو كان داير واحد المحل ديالو كيدير فيه داكشي ديال الساندويتشات خفافين، وعاون يعني عاون ولد خو باش انه يولي عنده واحد كيف كنقولوا واحد المدخول.
باش يقدر انه يبقى كاري لمو الدار اللي كانت كاريه، ويبقى يعني يقدر على المصاريف ديالهم، حيت باتي ياسين الله يرحمه ما خلى لا تقاعد لا حتى شي حاجه. وكنا ديما كندوزو على المحل اللي خدام فيه ياسين. بزاف ديال الدراري والبنات كانوا كيمشيو عنده وياكلوا عنده، زعما كنوع من الدعم باش يقولوا ليه راه حنا معاك ورحنا زعما في الصراحه ما كرهناش نديرو اكثر. المهم دازت الايام، كملت داك العام ديال السيزيام والعام ديال الباك كنت كنقرا فيه وكنقرا مزيان، وكنت كنتمنى انني نشد الباك ديالي بشي نقطه اللي تكون مشرفه. وحتى امين كان كيقرا معايا، وحتى هو يعني كان كيخدم مزيان في الصباح في عشيه، ولينا كنخرجوا بعض المرات وكنمشيو لواحد الجريده اللي كانت قريبه لليسي وكنجلسوا نقراو فيها. وفي هذا الوقت هذا كنت فاجئ بانه ماما كتجي عندي وكتقول لي بنتي راه جاوك الخطاب. انا ما فهمتش، قلت لها ماما لا مستحيل، ما يمكنش انني نتخطب لشي حد وانا مازال باغا نقرا ومازال باغا ندير شحال من حاجه. ولكن ماما بقات كتحاول تقنعني، وبدات كتقولي شوفي بنتي راه اي بنت المصير ديالها الزواج، حاولي انك تزوجي باش ان شاء الله ديري دويرتك ووليداتك. كتشوفي بنات العائله كلهم تبارك الله كيتزوجوا صغارين وراه باك موافق. انا ما بغيتش، اضطريت انني نعترف لماما ونقول لها راه انا كنبغي واحد الولد كيقرا معايا. قلت لها عليه كل شيء، قلت لها على العلاقه ديالنا وانه راه في اطار الاحترام وما عمرنا ما درنا شي حاجه خايبه اللي تغضب الله ولا شي حاجه. ماما بدات كتقولي شوفي بنتي، فرضا انك بقيتي انت وهذا الولد هذا، هانتوما شديتو الباك، من مورا الباك خاصو يقرا، يعني خاصو سنوات، ومن مورا السنوات ديال القرايه شوفي واش يخدم ولا ما يخدمش. ونهار اللي يخدم قلت لي كنا بنتي متاكده انه ما غاديش يجي يقلب عليك انتي، غادي يمشي يشوف شي بنت اللي باقا صغيره وغادي يتزوج بها من بعد ما انتي تكوني دوزتي معاه سنوات وسنوات. قلت لي عندك يغرك دابا بالهضره ديال الحب، وهاد الهضره هادي ديال المراهقين راه ما منها والو. شحال من وحده بنتي في عائلتي وقع ليها هادشي اللي كنقول لك عليه. قلت لي شوفي فلانه، حنا فاش كنا كنقراو كنا صغارين راه كانت مع واحد الولد، وفاش كبرات وكبر هو وبقات سنوات وهي كتسنى فيه، في الاخر تزوج وسمح فيها ومشى تزوج بنت اللي صغار منها، وقال لها انتي كبرتي وشرفتي ووالديا ما بغاوكش. قلت لي راه هادشي اللي غادي يخسر عليك. واخا هكاك انا ما بغيتش. دازت واحد يومين، واحد النهار كيعيط ليا بابا، كان الحد في الصباح، عيط ليا وكان معصب مقلق بزاف. وبقيت انا كنحاول غير نفهم مالو. قلت يمكن حيت اني رفضت وكنت بيني وبين راسي مقرره انني واخا يحاول يضغط عليا انا غادي نبقى متمسكه برايي وغادي نقول له انا ما بغيتش الزواج وما كنفكرش في الزواج دابا. ولكن تصدمت ملي لقيت بابا كيهضر معايا في موضوع اخر، كيقول لي بنتي هذه التربيه اللي ربيتك وانا داير فيك زعما بزاف ديال الاماني، نتمني فيك بزاف د الحوايج. قال لي في الاخير تهبطي لي راسي قدام الناس وتشوهي لي الصوره ديالي وتخسري لي السمعه ديالي قدام كل شيء. انا ما فهمت والو، ولكن واخا هكاك العلاقه بيني وبين بابا كانت في شكل، كان بيننا الاحترام، يعني ما نقدرش نتواجه معاه ولا نبقى نتغاوت معاه. انا حدي كنت مقرره حاجه وحده وحافظه جمله وحده، هي انني نقول ليه بابا انا ما باغاش نتزوج، غير خلي حتى نكمل قرايتي. ولكن فاش جبد معايا هاد الهضره بحال نسف ليا كاع داكشي اللي كنت كنفكر فيه، وما بقيتش عارفه منين نبدا الموضوع ومنين نساليه. بدا كيهضر وكيهضر وكيهضر، والهضره ديالو كانت بحال شي ماس كيتغرسوا ليا في القلب ديالي. بقى كيقول لي انا بنتي كون طلبتي لي الشمس والقمر نحاول نوصلهم ونجيبهم ليك، ولكن باش تغدريني بهذه الطريقه وانا داير فيك ثقتي كامله، وفي الاخير تبدي غاده مع ولد جايه معاه وكل شيء كيشوفك معاه وتشوهيني انايا وتخلي الحومه كامله كتهضر عليا. قال لي طحتي ليا بزاف من عينيا، عمري ما كنت كنتصور انك تكوني بحال هكذا. انا ديك الساعه بديت كنبكي كنقول بابا والله ما درت شي حاجه. قال لي شوفي الهضره وصلاتني وماشي من مصدر واحد، من بزاف ديال المصادر. قال لي الحاجه اللي غادي ندير معاك دابا هي انك غادي تقبلي الزواج. هذا الولد اللي غادي تزوجي به راه باقي صغير، ولكن اختار انه يدخل من الباب ماشي من الشرجم. اختار انه يخدم ويكافح وانه يجي يطلب يديك في الحلال، وانا موافق عليه وانتي غادي توافقي، وإلا ما وافقتيش غادي تشوفي الوجه الاخر ديالي. خرجت من عنده انا مصدومه وما عارفه شنو نقول ولا شنو نوخر. هذا الزواج ما عمره ما طاح لي في البال، ما عمري ما تخيلت راسي انني ممكن نتزوج بهذه الطريقه.
ماما، واعتبرت انها خطراتني، وانا بحث ليها بسري وهي مشات فضحاتني قدام بابا. مشيت هدرت معاها، قالت لي والله بنتي انا ما قلت لي شي حاجه، وراه قال لك راه سمع الهضره من بزاف ديال الناس. المهم عييت من نحاول انني نقنعها، رغبتها، بكيت، زاوقت، ما خليت ما درت، ولكن قالت لي شوفي باك خدا القرار ديالو، دابا غادي تختاري، يا غادي تقبلي بهذا الشيء اللي بغا هو، اولا غادي تكوني اكبر مسخوطه ديال الوالدين. وراه ما يعقلش عليك بنتي، وباك راكي عارفاه صعيب، راه حنين لاقصى درجه ويديرك فوق راسو، ولكن راه يشوف منك اقل حاجه، ما يعقل لا عليك لا عليا. قالت لي بغيتي تخربي لي عشتي، رفضي، وديك الساعه تشوفي الجحيم اللي غادي يتحل علينا بجوج. فكرت مع راسي حتى عييت، وفي الاخير بقيت كنقول الخير فيما اختاره الله. واخا انا في ديك السن وباقا صغيره ومسيطر عليا واحد الحب كبير لداك الولد اللي انا معاه، ففي الاخير بقيت كنشوف، حطيت بابا بين عينيا وحطيت عائلتي ما بين عينيا، وعرفت انني انا غادي نخرج على راسي وغادي نخرج عليهم كاملين. دابا اللي عطا الله عطاه، ما عندي ما ندير، غادي نصبر وغادي نتقبل. كنت كنظن انني راني بنت المدينه، وانني راني كنقرا في واحد المدرسه اللي هي من احسن المدارس، متبعه تخصص اللي هو صعيب وزوين. كنت كنظن ان مستقبلي غادي يكون شي حاجه واحده اخرى، ولكن في الاخير بين ليله وضحاها لقيت راسي كنتزوج بطريقه بدائيه، بطريقه اللي ما عمري انا ما تصورتها. وما كملاتش حتى 3 ايام من بعد وجا العريس، عريس الغفله هو امه. جاو لعندنا وحنا كنا موجدين. انا في الصراحه ما درت حتى شي حاجه لوجهي، لبست واحد القميص اللي جابتو ليا ماما وصافي وبقيت جالسه كنتسنى. عيني كانوا منفوخين بالدموع ووجهي دابل وحالتي حاله الماكله ما بقيتش كاع كناكل. ولكن مع من نهضر شكون غادي نقول ليه نقدني ولا عتقني؟ وليت كنحس براسي انا اللي درتها لراسي بيديا. كنقول علاش اصلا درتي علاقه مع واحد؟ ديك الساعه كنتي باغا فعلا تقراي، بقاي مركزه غير على القرايه ديالك، ديك الساعه على الاقل ما غادي تخلي حتى شي واحد من يشدك. جلسنا في ديك العشيه وكنتسناو. جاو الناس وانا خلوني، يعني انا الاخر كيف كنقولوا، خصهم يستقبلوا الناس ويديروا ديك التقاليد والطقوس ديالنا. وفي الوقت اللي عيطوا ليا فيه وخرجت باش نشوف العريس، كنت صدم ملي كنشوفه. تصدمت حيت كنلقاه ياسين. عرفتي علاش تصدمت؟ ماشي تصدمت منه هو كشخص وانه جاي يخطبني، تصدمت ان ياسين عارف علاقتي مع امين، وعارف شحال كنا كنبغيو بعضياتنا. راه الليسي كامل عارف، الحومه كامله عارفه، فكيفاش انت غادي تجي في الاخير وغادي تخطب وحده اللي عارفها مع واحد اخر؟ انا في ديك اللحظه طاح لي من عينيا بزاف. شفت فيه واحد الشوفه في شكل جاني انه تصرف ما يمكنش يديروا راجل كيحترم راسو. ولكن في الاخير اش من رجله؟ السيد راه عنده 20 عام وانا عندي 18 عام، اش من زواج هذا؟ بابا تا هو ما عرفتش شنو وقع ليه، عينيه تعمى وعينيه تغمضوا، ما فهمتش. المهم دازت ديك العشيه وتخطبنا وتقرات الفاتحه، ودار معانا نهار الجمعه غادي نجيبوا العدول. واحد السرعه غريبه كان غادي بها داك الزواج، السرعه ديال انني ما قاداش حتى نهز راسي. كنهضر مع امين وكنعاود ليه وكنقول له اش كاين. امين رجع للور، قال لي القرار ديالك اللي بغيتي ديريه، ولكن انا راكي عارفه البيرو غطاه، راني ما مستعد للزواج لا حتى شي حاجه. مازال يلاه كنقراو يلاه كنكون في مستقبلي، اللي بان لك ديريه، ولكن ما تدخلينيش في حساباتك. حسيت ان الضربه الثانيه جاتني من امين، فداك الشيء علاش تقبلت وسكت. وجا نهار الجمعه ودرنا العقد ديالنا، ودرنا في ديك الليله العشاء، ومشيت رحت مع امين مع ياسين لدارهم. الصوره ديال امين ما بغاش تحيد ليا من قدامي. ديك الليله اللي انا كنتصور انها كانت غادي تكون ليلتي انا وامين، كنلقى راسي انا وواحد اخر. ياسين عمر الهضره بيني وبينه ما كانت كدوز، عمري ما قلت لي شي حاجه من نهار، يعني من خاطر العزه ديال باه.
ما عمرو ما جبد معايا شي موضوع، ما عمرو ما صيفط ليا شي واحد، ما عمرو ما لمح ليا، ما عمري ما تخيلت انه هذاك الولد كان كيبغيني او لا باغي يتزوج بيا او لا. ملي كنقول على الاقل كون جا هضر معايا انا كنت غادي نشرح ليه وغادي نرغبو ونطلبو وما نخليهش يجي عندنا للدار. ولكن في الاخير فهمت انه راه هو هادشي اللي كان عارف وما بغاش يديرو. بالعاني جاني من جهة بابا، من الجهة اللي ما غاديش نرفضها. المهم داز كلشي، تزوجنا وبديت عايشة معاه في دارهم. مو كانت بصراحة انسانة زوينة، مرا درويشة هي بزاف وحنينة، وكانت يعني عزيز عليها ولدها بلا قياس، وكدير ليه خاطرو في كل شيء. ياسين ماشي كيف كان كيبان ليا في الليسي، يعني داك الولد اللي هادي وكالم وما كيهضرش كاع. بالعكس كان في الدار واحد اخر، كان متحكم بزاف فمو كيمشيها كيف بغا، وبغى يدير معايا حتى انا نفس الشيء. من كنت كنصطدم انا وياه كانت دائما كتجي كتبردني وكتقول لي عافاك يا بنتي، هو راه مقصح من جهه باه. كنقول لها مقصح من جهه باه راه مات هادي، راه دابا عليه عامين، واش زعما غادي يبقى كيتعامل مع الناس بهذه الطريقه هذه ونديروا ليه حنايا التبرير ديال انه باه ميت؟ راه الله يرحمه ويوسع عليه. بالعكس هذا سبب باش انه يكون راجل. ياسين انا وياه مره الزواج يعني ما هضرناش بزاف، ما كناش كنهضروا في، ما عرفتش كيفاش غادي نشرح لكم، في الماضي، في انني كنت مصاحبه مع واحد اخر. ما عمره ما جبد لي الموضوع، حتى انا ما عمري ما جبدته معاه. لقيت انه صافي سي ترو طار. هذاك بديت كنقول راه تخلى عليا، يعني على الاقل كان يحاول، على الاقل كان يجي بدارهم، يجي يخطبني، يهضر مع بابا، شرح ليه العلاقه اللي ما بيني وبينه. والو، هو صافي فكر في راسو في مستقبله وفي حياته، لدرجه انني بديت كنقول واقيلا الهضره ديال ماما راها كانت تكون بصح، واقيلا فعلا كون بقيت معاه هاد الاعوام كامله كان في الاخير غادي يتزوج ويسمح فيا، يقلب على شي بنت اللي باقا صغيره ويبدا معاها حياته. وياسين كان من داك النوع اللي ديما غاضب، ديما مقلق، قليل فاش تشوفه فرحان ولا ضاحك. يعني حتى في الايام الاولى ديال مورا زواجنا ديما كنت كنحس انه كاين بيني وبينه شي حيط ولا شي جدار، اقل حاجه كيفهمها مني غلط، اقل حاجه نوض عليها صداع ونوض عليها مشكل. واش كنشوف ماما مسكينه معذبه معاه بزاف وبلا قياس. ايه كان كيخدم وكيصور طرف ديال الخبز وهزها وفي مرضها وفي دواها وفي كل شيء دايروا ليها، ولكن في نفس الوقت كان حارمه من واحد الجهه واحده اخرى من التعامل الزوين ومن الحنان. وحتى انا نفس الشيء. ومن ولينا كنهضروا وبعض المرات كنت كنضطر انني نهضر معاه، كنقول له هادشي راه بزاف، راه مرتك ماشي خدامه عندك، انا راه مرتك ماشي تتعامل معايا غير بالاوامر، ديري فعلي جيبي حطي، حاول تعتبرني انني زوجه. كيقول لي شوفي داك الماضي اللي كنتي عايشه فيه ودوك الاحلام حيديهم، نسيهم عليك الا بغيتي تعيشي معايا مزيان. بقيت كنصبر على التلميح ديالو وعلى التلقيحات ديالو وعلى هاد الهضره هادي، حتى لواحد النهار قررت انني نواجهو. هضرت معاه نيشان، قلت ليه دابا انت انا غادي نهضر معاك وغادي نجيك من الاخر، جيتي تزوجتي بيا وانت عارف انني كانت عندي علاقه مع واحد اخر، وما عمرك ما هضرتي معايا ولا لمحتي لي حتى جيتي خطبتيني نيشان. لقيت ان ياسين مقصح بزاف من هاد القضيه هادي، وعارف راسو شنو داير، وعارف راسو انه واخدني بز مني. دازت المده وبديت كنحاول انني نتعايش معاه، وبديت كنحاول انني نتعامل معاه زوين. كنلقى فعلا انه صافي هذه هي حياتي، خاصني نتاقلم معاها، هذه داري وهذا مولا داري، خاصني نتعامل معاه مزيان وخاصني نتقبلو كيف هو، وخاصني نسالي داكشي ونسالي داك الخرافات وداك الخزعبلات ديال الحب. راه ما كاين لا حب لا توزه، ما كاين حتى شي حاجه، كاين الواقع وانا دابا في الواقع. اللهم نختار انني نعيش حياه مزيانه. بديت كنحاول معاه، كنت هلا في راسي ونتقاد ونوجد ليه شي عشيوه زوينه ولا شي حاجه، ونحاول مره انني نقول ليه يلا نخرجوا نمشيو قهوه ولا نمشيو لهنا ولا نمشي لهنا. وفعلا من بعض المرات كيكون غادي معايا مزيان وشويه راسو كيتقلب وكيبدا يجبد لي كلشي، وبدا يقول لي انتي وانا عارفك ما كتبغينيش وعارفك ديتيني بز منك وعارفك. كنقول ليه شوف انا ما كنتش كنبغيك، ولكن من مورا الزواج راه وليت كنبغيك، وغير حاول انك تتعامل معايا مزيان
وحاول انك تنسى داك الماضي، راه انت اللي اختاريتي هذا الشيء. علاش ديك الساعه ما تجيش تهضر معايا؟ علاش ما تجيش تصارحني؟ علاش خليتي زعما تدخل بهذه الطريقه هذه؟ ديما كنلقاو راسنا كندورو في نفس الاسطوانه. هادشي كله كان غادي مزيان، وكنقول ماشي مشكل. هاد الشيء كان كيوقع مره مره ماشي دائما، حتى النهار اللي غادي يجي امين وغادي يسكن برطمه اون فاس معانا. امين يعني من بعد سنوات، من بعد تقريبا مده ديال 5 سنين من مورا زواجي، غادي يتزوج وغادي يجي يسكن قدامنا. تما ياسين شعلات فيه العافيه. انا ديك الساعه كنت ولدت معاه ولياد، المهم الحياه غدا بخير. الام ديالو توفات الله يرحمها، يعني بقيت غير انا وياه وولدنا. هو خدام بخير كيصور مصروف مزيان، وولدنا غادي وكيكبر. فجاه بحال عاوتاني الحياه غادي تقلب بيا قلبه اخرى. غادي يولي كل نهار كيجي وكيقول لي علاش كتوقفي في الباب؟ علاش كنلقاك واقفه في الباب واش كتسنيه يجي يشوفك؟ علاش كل مره كنجي كنلقاه واقف اون فاس مع الشرجم؟ ياك ما كديري معاه الوقت اللي انا ما كنكونش؟ ياك ما كتدخليه للدار؟ انا بقوه ما انني كنت كنتصدم من الهضره ديالو، كنت غير كنبقى نبرد فيه وكنبقى نقول ليه لا ونعل الشيطان، واش راني مزوجه وغادي ندير وكذا، واش راني ما درتش حتى انا من كنت ديال راسي وكذا. كيقول لي باش عرفت كنتي كتمشي معاه بزاف البلايص وعلم الله شنو كنتو كديروا، ودابا هو خلى الدنيا كامله وجاي يسكن هنايا قدامنا. وليت كنشوف ماشي جهنم، شي حاجه اكثر من جهنم، استغفرت الله العظيم. السيد ملي كينوض في الصباح هو الهوس، ها هو عاوتاني خارج من الدار، ها هو كيشوف هنايا جهه الشرجم ديالي، شي نهار غادي نمشي ليه غادي نقتلو، شي نهار غادي نجي نقتلك نتيا. لدرجه انه كان كيمشي للخدمه كيقيل، يعني النهار كامل حتى العشيه عاد كيجي. ولا كدوز ساعات المكانه حتى كنلقاه حل عليا الباب. اش كنتي كديري؟ اري التليفون كنقلبو؟ كنتي كتهضري معاه؟ كنتي كتشيري ليه من الشرجم؟ كنتي كديري؟ كنتي كتفعلي؟ وليت عايشه في واحد الجحيم بزاف. تما قررت لاول مره انني غادي نمشي عند بابا وغادي نعاود ليه هادشي كله. مشيت لعندو وحكيت ليه. بابا صدمني من لامني، قال لي شتي اخرت الطريق الخايبه اش كدير؟ انت واخا تزوجتي هو الماضي ديالك مازال تابعك، هو راجلك عمرو ما غادي يكون مهني معك، حيت ديما عارف انه كان واحد اخر قبل منه في حياتك. صافي انا تما برد ليا الماء في الركابي. دوزت مده وانا وياسين بحال هكذا، لدرجه انه ولا كيمد عليا يديه ولا كيضربني. ومين كنعيط لبابا وكيجي للدار كيبدا يقول ليه راه حصلتها في الشرجان، راه حصلتها كتشير ليه، راه حصلتها، لدرجه انه بابا مشى عند امين وهضر معاه وقال له بعد من بنتي وعطيها شي ساعه. امين عارف راسو فين ساكن وكنظن انه دارها بالعاني، لانه كان فعلا بامكانه يسكن في اي بلاصه وكان غير كاري. فهو كيرد على بابا كيقول له لا انا ما كنعرف لا بنتك لا هذا، ما كندير والو. مرتو ولات سايقه الخبار، ولات كل مره كتجي كتدق عليه في الدار وكتبرى فيا وكتقول لي جمعي راجلك، جمعي باك على راجلي، واش انتي صافي كنتي انتي وياه شحال هادي ما تليسي ودابا تبداو جايين تابعيننا. المهم وليت عايشه في واحد العذاب. فتما هضرت مع ياسين قلت ليه شوف اجي نحاولوا نرحلوا من هنا. قال لي ما غاديش نلقاو لك راه رخيص وبهذا الثمن هذا، وزيدون هنا قريب ليا المحل ديالي وكذا وكذا. فقلت ليه ضروري خاصك دير شي شويه ديال التضحيات، انا ما نقدرش نزيد نبقى صابره بحال هكذا. راه ولدي ولا غير كيسمعك كتدخل مع الباب ديال الدار كيتخلع. ولدنا اللي كان عايش مزيان وفرحان وديما غير ضحك معاك ولعب، شوف دابا حالته كي ولات. ولا ملي كتدخل هو شاد مسكين ركنه وكله كيقفقف. انا ما بقيتش قادره نعيش هكذا. قلت له انا راه ما باغا لا هذاك لا حتى شي واحد، انا باغاك انت، ولكن باغاك تكون راجلي وحنين فيا وبغيتك تنسى هذا الشيء كامل اللي داز. انا بغيت غير نعيش معاك مزيان، واش كنطلب شي حاجه بزاف؟ كيسكت عليا، بقى كيدورها في دماغه وما عرفتش معاه من مشى تشاور. وفعلا قرر اننا غادي نرحلو. رحلنا لواحد الحومه واحده اخرى وسكننا فيها. ولكن ياسين بقى هو ياسين شك ولا قاتلو، ولا كيقول لي
انا كنت جاي داخل الحومه وكنلقى امين خارج منها، ياك ما كان عندك في الدار هكا بكل بجاحه بكل وقاحه. السيد ما بقاش كاع كيحشم ولا كيجبد. هو سميتو نهار ما طال كنقول ليه شوف راه انت اللي مهووس بيه ماشي انا، اما انا داكشي صافي راه ماضي راه نسيتو. لا، والشيخه عمرها ما كتنسى هزت الكتاف وكذا وكذا. بقيت حتى لواحد النهار بدا كيسب فيا وكيعاير ما خلا ما قال، وانا نهز التليفون وجلست كنسجل. وهو ملي كيبدا يعايرني راه ما كيخلي ليا لا تصيله لا فصيله لا اب لا جد لا ام لا حتى شي حاجه. سجلته على خاطري ومشيت لعند بابا وطلقت ليه التليفون. قلت له شي راجل اللي كل مره كيبقى فيك وكتجي عندي وكتقول لي لا انت دايره انت فاعله انت تاركه، شوف اش كيقول عليك، شوف باش كيعايرك وشوف باش كيسبك. ماشي كيسبك غير انت، كيسب الجدود ديال الجدود ديال الجدود ديالي. قلت له شوف بابا انا نطلب منك طلبه واحده، كيف دخلتيني في هذا الزواج هذا ودمرتي لي حياتي دابا كنطلبك تخرجني منه. بابا خرج فيا عينيه وبغى يضربني. قلت له غير ضربني انا لحمي ولا في العصا. قلت له انا بابا كنصبح بالعصا وكنبات بالعصا، انا بابا كنت تسب وكنت عاير وكنت تضرب وكيتدفل عليا وكنت نتف وكل شيء، وكنفضل انني نموت على انني نرجع ليه. من قلت ليه هاد الهضره هادي حس بالخطا ديالو، سكت، قال لي سيري طلعي لبيتك. عيط على ياسين، وياسين كيف ديما جاي وناوي انه غادي يعتذر وانه صافي غادي يقول لبابا جوج كلمات وغادي يجي انا غادي راضيني بجوج كلمات وغادي يمشي بحالاته. لقى بابا موجد ليه ورقه التزام، قال له تمشي هاد الالتزام هذا غادي تليغاليزيه في المقاطعه، وغادي كاتب بابا نيت في الالتزام انه ما عمره ما يعاود يضربني وما عمره ما يعاود يسبني وما عمره ما يعاود يجبد لي شي حوايج من الماضي، ما عمره ما يعاود يخسر معايا الهضره وما عمره ما يعاود يحط عليا يديه. ياسين فاش شاف هادشي قال له لا، قال له انت باغي تصيفطني للحبس عمي. انا لا سنيت على هادشي راه هذا اقرار على انني فعلا كنضربها. قال له بابا من وصلنا لهاد الهضره ولدي بنتي غادي نطلقها بالمحكمه. تما وري بابا الوجه الاخر ديالو، حتى كيقول له شوف انا تمشي للمحكمه راه نذبحها قدام المحكمه وندير ليها ونفعل ليها. قال له بابا الا سميتك راجل ومزغرتي عليك امك نهار زدتي قرب من بنتي ولا حاديها نهار المحكمه. وفعلا مشى بابا كلف ليا محامي ورفع عليا دعوه رفع ليا دعوه للمحكمه، وعيط بابا على عمامي وخوالي. ونهار اللي كنت غادا للمحكمه وجاي ياسين باش يتبورط عليا وقفوا كلهم وداروا الصف مورايا. انا غير شفتهم بديت كنبكي. اول مره كنحس ان كتافي سخانين، والاول مره كنحس انه راه فعلا كاين اللي وقف في جنبي. بابا قبل من هادشي كان دار سيرتيفيكا، دار لي صور لي الضرب وداكشي كامل اللي واقع ليا، وهادشي كله دفعته في الطلاق ديالي باش يعرف القاضي انه راه طلب طلاق للضرر لانني انا تضررت بزاف. ومن دخلت عند القاضي عاودت ليه كل شيء بالتفاصيل من النهار الاول كيفاش جا خطبني حتى من بعد. وفعلا طلقني واخا هكاك حكم لي بالتعويض وبالحضانه ديال ولدي. ياسين ما بغاش يتقبل هادشي وما خلا ما دار وما خلاش كون صيفط، ولكن انا ما بغيت نعطيه حتى شي فرصه. مازال لحد الان كيرغب وكيطلب وكيهدد انه غادي يقتل راسو. قلت ليه غير قتل راسك، الا قتلتي راسك انا غادي نتهنى منك، حيت ديك الساعه غادي نقدر نتزوج وولدي معايا. فاش سمع هاد الهضره بدا كيقول لي اذا غادي نقتلك وعاد نقتل راسي. ماما كتقول لي غلطتي ما كانش عليك تقولي لي هكذا، ولكن انا بغيت بالعاني نستفزو حيت حسيت براسي انه حقرني سنوات. عييت نصبر وعييت نراري وعييت نتعامل مزيان وعييت نهز ليه همو وعييت نقول راه مسكين الدنيا زاطمه عليه بلا ما نزيد نكمل عليه. ساعه هو ماشي غير زطم عليا، هو بعصني، هو ما خلى فيا ما يتجمع وما يدار. انا فعلا كنحس انه حياتي سالات، ولكن عايشه على ود ولدي. ولدي حاسه انني ضروري خاصني نتحمل مسؤوليته حيت الاب ديالو لانه هو اللي عليه ها حالته كيفاش دايره. داكشي علاش انا بغيت نعاود قصتي باش تكون عبره لبزاف ديال البنات. ردوا بالكم وخاصه من بحال هاد الشخصيات. اولا ما ديريش علاقه في الحرام، ما ديريش علاقه قبل الزواج ولا تقولي انا غير كنتصاحب معاه باش نعرفوا كيفاش داير وباش ندير. راه داكشي كيبقى تبعك حياتك كامله. تاني حاجه
الراجل من الاول واخا تكوني تزوجتي به، دوزتي معاه شهر، شهرين، 6 شهور، عام، بالك انه ما فيهش، ما تكمليش، صافي الله يجعل شي بركه، بركه داكشي اللي فات. واخر نصيحه، شربوا الكينه البنات. يعني ملي تكوني مازال كتحاولي تفهمي راجلك، ما تنوضيش تولدي، ما تزربيش بالولاد بحالي، بلاتي عليك وبشويه عليك حتى تعرفي راسك مع من. ما تجيبيش ضحايا لهاد الدنيا، حتى انا ولدي كنشوفه حتى هو ضحيه ماشي غير انا. وهذه هي قصتي، وكنتمنى انكم تدعيو معايا، ما تبخلوش عليا بدعواتكم. والسلام عليكم.